عاشت المدينة المنورة في رحاب النبوة فترة من الزمن، حتى أثار الطمع بعض النفوس الضعيفة، فانتقل معاوية بن أبي سفيان بالخلافة إلى دمشق. كان مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يشهد كل مساء مجلس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء، الذي كان يزور قبر جده كل يوم بعد صلاة العشاء. وإياك وخصلتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. وكان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بزيارة الأخ لأخيه، لأن الزيارة تنبت المودة. والسلام عليكم ورحمة الله. إنها لحظات سعيدة أن يجلس المرء إلى الإمام الحسين وهو يفسر القرآن بصوته العذب، ولا يبخل على أحد بالنصح والإرشاد. إنك تقول الحق يا أبا جندب. إن وجه الإمام الحسين يشرق بنور الإيمان، وهو لا يحول بصره عن قبر جده الحبيب. ما أشبهه بجده رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، فلا تسمع منه إلا ما يذكرك بالله تعالى. إنه إمام من الله، ولن يتوب الله على أحد أنكر مودته. هذه رسالة من الشام يا مولاي. ونبلغكم بأن معاوية قد مات. ماذا؟ مات معاوية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أمر غريب يحدث، لا أعرف ما الأمر يا جماعة. يبدو لي أن الرسالة تحمل أخبارا خطرة جدا. ترى ماذا يوجد فيها؟ لا شك في أنها مهمة لدرجة كبيرة. لقد أحضرها رسول دار الخلافة من العاصمة دمشق. يا إلهي ماذا أعمل؟ فكرة رائعة. لابد لي من أن أستشير ذلك الماكر مروان بن الحكم. أيها الحارس، اذهب إلى مروان وقل له أن يحضر حالا، وإياك أن تخبره بأي شيء. حاضر، سمعا وطاعة يا مولاي. أجل لقد قدمت. من الطارق؟ السلام عليكم سيدي يا مروان، أنا رسول الوالي. سيد الوليد يريد حضورك، وقد أرسل هذه الرسالة إليك. اذهب أنت وسوف أحضر بعد قليل. من الوليد بن عتبة إلى مروان بن الحكم. أما بعد أرجو حضورك إلي حالا. لابد من الحضور إليه لمعرفة السبب. يبدو أن الأمر خطير جدا. كان مروان بن الحكم واليا على المدينة المنورة، وقد عزله معاوية بن أبي سفيان وجعل الوليد مكانه، فغضب مروان على الوليد وابتعد عن مجلسه ولم يزره. أهلا بك يا مروان، أهلا بضيفي العزيز. أهلا بك يا وليد، أهلا بصديقي المخلص الوفي. أراك منهمكا يا وليد، ما الخبر؟ ماذا دهاك؟ خذ اقرأ الرسالة التي وصلتني يا مروان وستعرف ما الأمر. إنها من الخليفة معاوية، أليس كذلك؟ معاوية مات يا مروان. الرسالة من ابنه يزيد الخليفة الجديد. اقرأها جيدا.
من يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة. أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمرو وابن الزبير بالبيعة أخذا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا. يزيد يطلب منك أخذ البيعة من الحسين وعبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ ابن عمرو لن يثير المتاعب وسوف يوافق إن وافق صاحباه. وهل يوافق الحسين وابن الزبير؟ لا أظن ذلك أبدا. أرى أن ترسل إليهما الآن قبل أن يعلم أحد بموت معاوية، وإلا رفض الحضور وأثر أهل المدينة ومكة على الخليفة الجديد. إياك أن تفوت الفرصة يا وليد، إنها فرصتك. فإن رفضا مبايعة يزيد ماذا يكون موقفي أنا عندئذ؟ يزيد يطلب منك في رسالته معاملتهم بشدة. اقتلهما يا وليد إن رفضا حتى يخاف أهل الحجاز ويوافقوا على البيعة. ما الذي تقوله؟ ولكن كيف يكون ذلك؟ صحيح، إن أهل الحجاز لا يحبون يزيد ذلك الصبي الطائش، ويرون أن الحسين أحق بالخلافة من غيره. ولكن لحظة، كأنني أسمع صوت صبي في الخارج. أتسمع يا وليد؟ أجل يا ابن الحكم، إنه الصبي عبد الله يتحدث إلى الحرس. ولكن ما الغرابة في ذلك؟ ولقد استرحت مرات عدة على الطريق. مدينتكم بعيدة ولكنها تستحق العناء، أليس كذلك؟ يا عم، حدثني عن الشام وبساتينها. وهل صحيح ما ينقل إلينا من أخبار بأن الصيد هنالك كثير جدا؟ ما رأيك أن نرسل هذا الصبي إلى الحسين بن علي وابن الزبير بدلا من رئيس الحرس، كي لا يعرفا أن الأمر خطير إلى هذه الدرجة يا وليد؟ يا لها من فكرة ماكرة. سمعا وطاعة يا سيدي، سأذهب حالا إن شاء الله. مرحبا بني، إلى أين أنت ذاهب؟ أنسيت صلاة العصر؟ لا، بل صليتها، ولكني ذاهب إلى الإمام الحسين برسالة، فهو يجلس بالمسجد النبوي كل ليلة. إلى مجلس الإمام الحسين؟ حقا تقول؟ اصطحبني إذن، فما أشوقني إلى رؤيته. مرحبا بك، يسرني حبك للحسين. كلنا نحب الحسين، سيد شباب أهل الجنة. صدقت يا بني، سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسين كثيرا، وكان يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لقد اقتربنا من المسجد النبوي يا عم. كان جدي رسول الله انظر يا عم، ذاك هو الإمام. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. لا تطيق ولا تتعرض لما لا تدرك، ولا تعد بما لا تقدر عليه، ولا تنفق إلا بقدر ما صنعت، ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله تعالى، ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك أهلا له. هل سمعت يا عم ماذا قال الإمام؟ نعم سمعت، الله أعلم حيث يجعل رسالته يا بني. الإمام يدعوك يا بني. ولكن كيف عرف أنني قادم إليه؟ يا بني عبد الله، ماذا وراءك؟ يا مولاي، لقد أخبرني الوليد برغبته في حضوركم عنده لأمر مهم، وأتيت لأبلغك يا مولاي. كان عبد الله بن الزبير يجلس في المسجد، وبعد أن وصله خبر استدعاء الوليد له أقبل إلى مجلس الإمام الحسين وجلس إلى جانبه. يا ابن رسول الله، لماذا أرسل وراءنا الوليد؟ ماذا عساه يريد منا هذه المرة يا سيدي؟ يا ابن الزبير، أظن أن معاوية قد مات، وأنه يريد مبايعة يزيد بن معاوية قبل أن ينتشر بين الناس الخبر. وهل نأمن على أنفسنا لو ذهبنا إليه ورفضنا البيعة؟ لا تخف يا ابن الزبير، سوف أذهب إليه ومعي رجال أشداء.
أيها القوم، إن دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فأتوني بأجمعكم، وإلا فلا تتحركوا وابقوا مكانكم حتى آتيكم. سيدي الوليد، لقد حضر الإمام الحسين بن علي وهو الآن في الخارج ويريد الدخول إليك، أتأذن له؟ حسنا، ائذن له بالدخول حالا. مرحبا بالحسين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما هذا يا وليد؟ حراسك يرحبون بالحسين ويقبلون يده. نعم، وتقول لي يا ابن الحكم اقتله لو رفض مبايعة يزيد وأنت ترى حب الناس له. مرحبا بأبي عبد الله، مرحبا بابن بنت رسول الله، تفضل بالجلوس يا مولاي. لقد مات الخليفة معاوية يا مولاي، وقد ولى يزيد بعده. عجبا، وهل هو جدير بالخلافة؟ لا يا سيدي يا ابن رسول الله، ولكن ما لك والخلافة؟ إن دروسك هي أنفع للمسلمين من الخلافة. وهل الخلافة إلا رعاية للمسلمين؟ أولم يكن رسول الله إلا كذلك يا وليد؟ إنك تتحدث عن زمن قضى ومضى ولم يعد يا أبا عبد الله. الدنيا تغيرت كثيرا يا ابن رسول الله، تغيرت. لا، بل تغيرت النفوس، وانصرف أصحاب الملك إلى أطماعهم وأضاعوا حقوق المسلمين. إنك لا تصلح للخلافة، وإن يزيدا أحق وألبق بها منك. لا لا يا مروان، لا يعقل أن تقول هذا. إنه الحسين بن علي وابن بنت رسول الله. ويحك يا ابن الحكم، ويحك، ما هذا الذي تقوله؟ أكان يزيد أصلح لها مني؟ لا يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، أنت ريحانة الرسول وسليل بيت النبوة الطاهر، ولكن قل ما العمل؟ الناس بايعوا يزيد. بايعوه خوفا من معاوية وبطشه يا وليد. وهل تريد الفتنة بين المسلمين؟ لا يا ابن الحكم، أنا أريد الحق والعدل والخير لأمة جدي محمد، ولا أطمع في جاه ولا أسعى لمنصب. إذن لم لا تبايع يزيد بن معاوية؟ حسنا يا مروان بن الحكم، أنا لا أبايع في خلوة، فتعالوا إلى المسجد واطلبوا مني البيعة في حضور الجميع. لن تخرج قبل أن تبايع يا حسين، بايع أو تقتل. أتهددني يا ابن الحكم؟ أتظن أني أخاف القتل؟ خسئت. خرج الإمام الحسين عليه السلام غاضبا، فشاهده رجاله في الخارج وأرادوا الدخول على الوليد وابن الحكم، ولكن الإمام منعهم من ذلك. لقد ضاعت منك الفرصة يا وليد، لو أنك قتلته لا كنت قد أخفت أهل الحجاز ولا بايعوا يزيدا. ولكن ما الذي دهاك يا ابن الحكم؟ لا والله، لقد كان النبي يقول الحسين ولدي. والله ما أظن أن أحدا يلقى الله بدم الحسين والله راض عنه وله عذاب أليم. أرى موكب الإمام الحسين عليه السلام يشد رحاله الآن. ما الذي حدث؟ هل يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج؟ أجل يا أخي، رأى من الصعب عليه أخذ البيعة من أهل المدينة لشدة الرقابة التي فرضها الوليد عليهم، كما كان يخشى الفتنة فيقتل أتباع يزيد بن معاوية آلاف المسلمين الأبرياء، ولهذا قرر الذهاب إلى مكة المكرمة. وقبل السفر إلى مكة المكرمة توجه الإمام الحسين عليه السلام ليلا لوداع جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه، إلا ما اخترت لي ما هو لك ولرسولك رضا.
الله أكبر. سمع الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. سيدي يزيد، ما العمل؟ لقد ضاعت الفرصة منا، فلقد رحل الحسين بن علي هو وأهل بيته إلى مكة المكرمة. ويحكم أيها القوم، تركتموه يغادر المدينة أجننتم؟ سوف يبايعه الجميع لأنهم يحبونه ويقدرونه. اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. ما العمل يا سيدي؟ إن سليمان بن صرد الخزاعي سمع بخروج الحسين إلى مكة المكرمة فبايعه ودعاه إلى الكوفة. يا أهلا، يا بلد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إن معاوية قد هلك، وإن حسينا قد امتنع عن بيعة يزيد، فخرج إلى مكة المكرمة وأنتم موالوه وموالو أبيه. فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروه. إذن اكتبوا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسين بن علي بن أبي طالب من سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجيبة ورفاعة بن شداد البجلي ومن معه من المسلمين، السلام عليكم وبعد. اعلم يا ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى أن ليس لنا إمام غيرك، فاقدم إلينا، لنا ما لك وعليك ما علينا. واعلم أنك تقدم على جنود مجندة، فإن لم تقدم على ذلك فابعث إلينا أحدا من أهل بيتك يحكم بيننا بحكم الله تعالى وسنة جدك رسول الله. والسلام. السلام عليكم. عذرا يا مولاي، هناك وفد من أهل الكوفة وأعيانها في الباب يودون رؤيتكم. دعهم يدخل. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. سيدي، إن أهل الكوفة يقرئونك السلام ويدعونك للقدوم إليهم. سيدي أبا عبد الله، يخصك بالسلام سليمان بن سرد الخزاعي وأخوته من المؤمنين الكرام من شيوخ أهل الكوفة. مرحبا بسليمان وإخوته. سيدي، إننا 100,000 مقاتل نفديك بأرواحنا يا مولاي. هنالك وفد آخر ينتظر في الباب، هل أذنوا لهم بالدخول؟ أهلا ومرحبا بهم، فليتفضلوا. أبلغوا إخوانكم مني السلام وأخبروهم بأني سأقدم إليهم قريبا إن شاء الله تعالى. يا بني علي الأكبر، ماذا وراءك؟ لقد وصلت رسائل كثيرة من أهل الكوفة يدعون أبي إلى التوجه إليهم، وأنا لا أدري مدى صدق نياتهم يا عم. لا شك في أنهم يرونه أحق بالخلافة من غيره يا بني، ولكن قل لي يا علي،
ماذا قرر الإمام؟ أيذهب إلى الكوفة أم يبقى في مكة المكرمة؟ حتى الآن لم يقرر شيئا بعد، لأنه يريد التأكد من نيات أهل الكوفة، وسوف يرسل مسلم بن عقيل لكي يتأكد من هذا الأمر. يا أبا مالك، خذ كتابي هذا إلى شيوخ أهل البصرة، مالك بن مسمع البكري والأحنف بن قيس والمنذر بن الجارود، وخصهم بالسلام. حاضر، سمعا وطاعة يا مولاي. يا أبا ربيع، اذهب إلى مسلم بن عقيل وقل له أن يحضر حالا. سمعا وطاعة يا مولاي. يا مسلم يا ابن العم، لقد علمت ما جاء من خبر أهل العراق وإلحاحهم في طلب القدوم إليهم، فخذ كتابي هذا وطمئنهم بالقدوم قريبا إن شاء الله. سمعا وطاعة يا سيدي أبا عبد الله، سأذهب إلى الكوفة غدا صباحا، وعلى الله الاتكال. إذن يا ابن العم، خذ معك من يدلك على الطريق، واتق الله والطف بالناس، فإن رأيت الناس مجتمعين على طلبهم فعجل لي بالخبر. سأكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. إذن توكل على الله، وبارك الله لك في سفرك. عاصفة رملية شديدة يا مولاي، وأخشى أننا ضللنا الطريق. حسنا، سنقيم هنا الليلة، وغدا سنواصل المسير. قل لي، إلى أين ذهب صاحبه؟ إنني لم أعد أراه معنا. والله لا أدري يا سيدي أين هو، إنني لا أكاد أرى من شدة التراب والظمأ. هيا بنا نبحث عنه. لا يمكننا رؤية شيء في هذه العاصفة. اذهب خلف هذه التلال لعلك تراه. أنا سأشعل النار هنا لنقيم هذه الليلة. سيدي، لقد بحثت عنه كثيرا ولم أجد له من أثر. لقد بحثت في كل هذه التلال المحيطة بنا ولم أجد له من أثر سيدي. سوف نبيت هذه الليلة هنا على أمل أن يلتحق بنا في الغد إن شاء الله. لكن سيدي نفد الماء. فلنستعن بالصبر. انهض يا أبا مزاحم، تأخرنا كثيرا، علينا الانطلاق. لقد جفت شفتاي من العطش يا سيدي، ولا أستطيع مواصلة المسير. ولا قوة إلا بالله. لقد عز علي مصرعك يا أبا مزاحم. اللهم احشره مع الشهداء والصالحين، إنك سميع مجيب. يا إلهي، إنها شجرة، لا بد من أنه يوجد هناك ماء. لقد نجوت، الحمد لك يا الله.
وبعد أن أخذ قسطا من الراحة شاهد مسلم قافلة في طريقها إلى مكة المكرمة، فرأى أن يكتب رسالة للإمام الحسين عليه السلام يخبره فيها بأهوال الرحلة ومشاق الطريق وموت الدليلين، ويبدي له عزمه وتصميمه على إنجاز المهمة رغم ما لاقى من التعب. يا إلهي، إنها الكوفة فعلا، وأخيرا قد وصلت. الحمد لله رب العالمين. استقر مسلم بن عقيل في دار سليمان بن سرد الخزاعي، فأخذ يعبئ الناس ويشدهم نحو انتظار قدوم الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة ومبايعته، حتى اجتمع إليه نحو 18,000. يا أهل الكوفة أيها القوم، إن إمامكم قادم إن شاء الله تعالى، وقد كتبت له بالإسراع في القدوم إلى الكوفة، فلا يأخذكم الهوان والضعف. ما رأيك يا مسلم بهذه الجموع الغفيرة؟ الحمد لله على ذلك، والله إنه لإقبال عظيم، لم أكن أبدا أتوقع أن يكون هكذا، وإنني لأشعر بالطمأنينة لصدق الناس وحماسهم. سوف أكتب إليه كي يستعجل بالمجيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بلغني من أهل الكوفة 18,000، فعجل بالإقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك، وليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى. والسلام. لقد أفسد علينا مسلم كل شيء، ولابد من الوقوف في وجهه. صدقت، لابد من أن نغادر بسرعة ونخبر الوالي بالأمر. أيها الوالي، إنك ضعيف أو مستضعف، وقد أفسدت البلاد وتركت مسلما يستحوذ على عقول الناس وعلى كل شيء. اخرس! أن أكون ضعيفا في طاعة أحب إلي من أن أكون قويا في معصية أيها الحضرمي. أيها الوالي، إن هذا الأمر لا يكون أبدا إلا بالغشم والقهر والجور والبطش وسفك الدماء، وهذا الذي تكلمت به كلام المستضعفين الخانعين. والآن ما العمل يا حضرمي؟ سأكتب إلى يزيد بن معاوية كل شيء. من عبد الله الحضرمي إلى الخليفة يزيد بن معاوية. أما بعد، فإن مسلم بن عقيل قد ورد الكوفة وبايعه شيعة الحسين، فإن كان لك في الكوفة حاجة فابعث رجلا قويا، فإن النعمان ضعيف ولا يستطيع معالجة الأمر. سيدي، إنها من أهل الكوفة، من عبد الله الحضرمي وجماعته. الحضرمي؟ أرى أن لا تتساهل معهم أبدا يا سيدي، وأن ترسل جيشا جرارا يقضي عليهم قبل أن يشتد بأسهم. أحسنت. أجل يا ابن عمير، لن أسكت على تصرفات أهل الكوفة ومبايعتهم للحسين. علينا أن نعمل على زرع الفتنة بينهم والقضاء على مسلم وجماعته. لابد من إخماد ثورتهم بالعنف يا مولاي الأمير، إنه السبيل الوحيد للقضاء على هذه الثورة يا سيدي. أرى يا مولاي أن ترسل عليهم واليا آخر غير النعمان يأخذهم بالشدة والقتل دون رحمة. أحسنت القول أيها الرجل، لابد من أن أرسل واليا فظا قاسي القلب، لا يعرف غير القتل وسفك الدماء، ويجعل الرؤوس والأجساد تجر في الطرقات تلهو بها الصبية في أزقة مدينة الكوفة. من يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد والي البصرة. أما بعد،
فقد بلغني أن أهل الكوفة قد اجتمعوا على البيعة للحسين بن علي، وقد كتبت إليك كتابي هذا، فارتحل من فورك وساعتك إلى الكوفة، وإياك والتواني، واجتهد، ولا تبق من نسل علي بن أبي طالب أحدا، واطلب مسلم بن عقيل فاقتله، وابعث إلي برأسه والسلام. تأهب عبيد الله بن زياد للخروج إلى الكوفة، فجاءه المنذر بن الجارود وفي رفقته رجل مكبل اليدين. من هذا الرجل يا ابن الجارود وما باله؟ سيدي، إنه رسول الحسين بن علي يدعو الناس إلى نصرته، ولقد وجدنا هذه الرسالة بيده وهو بين يديك يا مولاي يا عبيد الله بن زياد. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى إخوته من المؤمنين. أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا على جميع خلقه وأكرمه بنبوته وحباه برسالته، ثم قبضه إليه مكرما، وقد نصح العباد وبلغ رسالات ربه، وكان أهله وأصفياؤه أحق بمقامه من بعده. وقد تأمر علينا قوم فسلمنا ورضينا كراهة الفتنة. وقد بعثت إليكم بكتاب هذا، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن سمعتم قولي واتبعتم أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. ويحك يا هذا، أو تتجرأ علينا هكذا؟ خذوه واضربوا عنقه. سمعا وطاعة يا مولاي. كان هذا أول رسول قتل في الإسلام، ولكن لم يكن هذا أول منكر ارتكبه ابن زياد، ولا آخر حكم جائر للوالي الفظ الغليظ القلب. يا أهل البصرة، إن يزيد بن معاوية قد ولاني ولاية الكوفة، وقد عزمت على المسير إليها في الحال لأنفذ أمره، وقد استخلفت عليكم أخي عثمان بن زياد، فاسمعوا له وأطيعوا، وإياكم والأراجيف، فوالله إن بلغني أن رجلا منكم قد خالف أمره لأقتلنه، ولا أخذن الأدنى بالأقصى حتى تستقيموا. أمر غريب، ولكن من هؤلاء القوم يا ترى؟ أخشى أن يكون الإمام الحسين بن علي. إذن لنذهب لإخبار مسلم وجماعته بالأمر. أيها القوم، لقد شاهدنا 4 رجال كانوا في طريقهم إلى قصر الإمارة، والله إني لا أعتقد أنه الإمام الحسين بن علي وجماعته، ولا بد لنا من الذهاب إليه والالتفاف حوله. ما قولكم ها؟ ما رأيكم أيها القوم؟ لا يمكن أن يكون ذلك. إن الإمام عليه السلام لا يذهب إلى قصر الإمارة، ولا يمكن أيضا أن يسكن فيه أبدا. إذن هيا يا قوم لنذهب ونستطلع الأمر. احذروا يا قوم، لقد جاء عبيد الله بن زياد وعزل النعمان بن بشير. ما الذي تقوله؟ ومن الذي عينه؟ عينه يزيد بن معاوية واليا على الكوفة لصرامته وقسوة قلبه. اجمعوا لي أهل الكوفة غدا في المسجد، أريد أن أتحدث إليهم. أحذركم يا أهل الكوفة، إن صوتي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي وعمل على تقويض الولاية. أعود وأشدد، يجب على كل واحد منكم أن يعرف لنا كل من يخالف يزيد بن معاوية وكل من ساهم في إحداث الشغب في البلاد، فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا ماله ودمه. كيف ترى الوضع يا أبا مسعود؟ ماذا علينا أن نفعل؟ أرى يا سيدي أن تنتقل إلى دار هانئ بن عروة وتستقر فيها بعيدا عن الأنظار، لأن الوضع خطير جدا.
نعم ما رأيت يا أبا مسعود. سوف أنتقل غدا إن شاء الله إلى بيت هانئ بن عروة وسأستقر هناك. اكتبوا لي أسماء جميع الغرباء الوافدين على الكوفة، واطلبوا منهم سبب حضورهم إلى المدينة، ومن لم يفعل فسوف يعاقب. أيها الحارس، ادعوا لي كبار أهل الكوفة غدا إلى مائدة العشاء، ولا تنسى هانئا وشريك بن الأعور. حاضر سمعا وطاعة يا مولاي. ما رأيكم يا أخوتي؟ لقد أرسل في طلبي عبيد الله بن زياد، وفي الحقيقة لا أدري ماذا أفعل. اذهب إلى عبيد الله واعلم ماذا يريد. لا بد لنا من معرفة السبب. ماذا تقول يا أبا مصعب؟ لقد دعاني عبيد الله إلى طعام العشاء ولا أدري ما العمل. وأنا وصلني كتابه. لنذهب يا قوم لكي نرى ماذا يريد منا هذا اللعين. أهلا وسهلا بالإخوة الكرام، ومرحبا بأعيان الكوفة. سررت كثيرا بمجيئكم. ونحن كذلك يا مولاي. مرحبا بك يا عبيد الله، مرحبا. ولكنني لا أرى هانئ بن عروة بينكم. سمعنا أنه مريض ولا يستطيع زيارتكم يا مولاي. إذن سأذهب أنا لزيارته بنفسي هذا المساء. سوف يحضر ابن زياد هذا المساء لزيارتك يا هاني. تلك هي فرصتنا الأخيرة يا مسلم. اقتله ثم اذهب إلى قصره، وسوف يلتف حولك أهل العراق بأسرهم. أقسم لك يا ابن عقيل. لا لا يا شريك، إنه والله الغدر القبيح، وإن أهل البيت ليس من شيمتنا الغدر أبدا. ولكن ابن زياد حاكم ظالم وتاريخه أسود يا مسلم. على رسلك يا شريك، إنني أكره أن يقتل في بيتي. عثرنا على مسلم بن عقيل في بيت هانئ بن عروة. ما هذا الذي تقوله يا رجل؟ اقبضوا عليه في الحال وآتوني به إلى هنا فورا. السلام عليكم. ماذا أصلح الله الأمير؟ أصحيح أنك خبأت مسلم بن عقيل وجمعت السلاح والرجال له، وظننت أن ذلك يخفى علي يا هانئ؟ كلا، لم أفعل شيئا من ذلك أبدا، وفي إمكانك أن تتحقق من الأمر يا ابن زياد. الذي جاءني بالخبر أصدق منك عندي يا هانئ بن عروة. يا معقل، اخرج إليه في الحال وكذب ذلك المفتري. مرحبا بك يا هانئ، هل تعرفني؟ نعم، أعرفك فاجرا كاذبا، لعنة الله عليك. اسمعني جيدا يا هانئ، إذا لم تأتني بمسلم سآمر بقطع عنقك وأرمي به من فوق القصر. والله لو كان بين يدي ما سلمته لكم أبدا ولو قتل. أتقول لي هذا الكلام؟ ادنوه مني حالا. أتتجرأ علينا هكذا أيها الوقح وفي عقر دارنا؟ تعصا لك من فاجر كذاب. لقد أحل لي دمك وسأقطع رأسك وأرمي به من فوق القصر. ما هذا الضجيج؟ لقد حوصر القصر يا مولاي ابن زياد برجال هانئ المسلحين. اسمع يا شريح، اخرج إليهم وأعلمهم بأن صاحبهم حي، وأن الأمير يتحدث إليه عن أشياء تهم البلاد وسوف يعود إليهم. أيها
أيها القوم لماذا هذا الضجيج؟ أقسم لكم بأن هانئا ومولاي ابن زياد في القصر يتحدثان بشأن أمور تهمكم، وبعد قليل سيخرج هانئ ويذهب إلى بيته إن شاء الله تعالى. لماذا لا يخرج إليه؟ ارجعوا إلى بيوتكم بأمان رحمكم الله. يريد أن يخرج هانئ، أطلب سلام هانئ، يريد هانئ، اتركوه، هيا اتركوه، يريد هانئ، هيا اتركوه، يريد هانئ. حاصروا القوم من كل مكان، لا تجعلوهم يدخلون القصر. هذه الزمرة الفاسدة. حاصر مسلم وجيشه القصر وهم ينوون الهجوم عليه يا سيدي. أغلقوا الأبواب والنوافذ وتحصنوا جيدا، وليذهب الرماة إلى السطح. إنهم كثيرون ولا نستطيع التصدي لهم. ارشقوهم بالنبال من الأعلى وليثبت كل في موقعه، لا تجعلوا لهم فرصة لدخول القصر. هيا الأمر خطير جدا، ماذا نعمل؟ هيا تحركوا وانشروا جواسيسكم في كل مكان. قولوا لهم إن جحافل جيش يزيد بن معاوية قادمة إليكم، ولقد أصبحت على مشارف مدينة الكوفة. أيها القوم، فكوا الحصار قبل أن يهجم علينا جيش الشام. هيا أيها القوم، يقولون إن جيش يزيد قد أصبح على مشارف الكوفة. أيها القوم، فكوا الحصار، لقد حاصر يزيد الكوفة بجيش جرار لا قبل لنا به. هيا تفرقوا، هيا. أيها القوم، لقد حشد ابن زياد جيشا جرارا من البصر وهو على مشارف المدينة. اخرس أيها الجبان وإلا قطعت عنقك. إنه يقول الحق. أجل، لقد سبقت يا أخي وأنا سأذهب إلى بيتي. لقد بدأت أخشى عليك يا بني. اذهب أنت إلى المنزل وسأبقى أنا مع مسلم. لقد تركت أولادي وحدهم وأخشى كثيرا أن يصيبهم أي مكروه. إلى أين أنتم ذاهبون يا قوم؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ انتظروا قليلا. لا تتفرقوا، سننتصر بإذن الله قليلا وسنتغلب عليهم. انتظر قليلا يا أخي، انتظروا، ما بالكم؟ سوف ننتصر، انتظروا. يا مولاي، نجحت الخطة تماما وقد تفرقوا، ولقد بقي مسلم وحيدا. أشكركم على ما صنعتم، وسأكافئ كل واحد منكم. أعطوا كل من يقبض على مسلم مكافأة. سمعا وطاعة يا مولاي. لا تتركوه يفلت من بين أيديكم. نحن على أتم الاستعداد يا مولاي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لقد غدر بنا أهل الكوفة، انصرفوا إلى بيوتهم ونقضوا بيعتهم للإمام الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرى أن نذهب الآن إلى بيوتنا، وسنجتمع غدا صباحا إن شاء الله وندخل القصر عنوة، والجميع سيأتون معنا. سنهجم على القصر غدا في الصباح الباكر وسيأتي الجميع معنا.
بالتأكيد يا أخي، نعم الرأي. أرى أن نذهب الآن ونلتقي غدا في الصباح الباكر، وسيأتي الجميع معنا إن شاء الله تعالى. نعم الرأي ما رأيت يا أخي. لا بد من الذهاب إلى البيوت الآن، لأن جواسيس عبيد الله بن زياد اللعين يبحثون عنا في كل مكان. ولما جن الليل انصرف العشرة الذين كانوا معه، وبقي مسلم وحده هائما على وجهه في أزقة الكوفة. مسلم بن عقيل يبحث عن ملجأ يؤويه، فلا يهتدي إلى مكان أمين. فالذين طلبوا قدوم الإمام الحسين عليه السلام جبنوا واختبأوا في بيوتهم. لقد جفت شفتاي من العطش. إنها امرأة. لأسألها قليلا من الماء، فإنني أكاد أموت من العطش. مرحبا يا أمة الله، هل لي بشربة ماء؟ أهلا، على الرحب والسعة يا بني، سوف أجلب لك الماء حالا. تفضل. شكرا لك. هنيئا. أنا أرجوك يا بني، أرجوك لا تقف أمام الباب. كان موقفا حرجا وانكسارا مروعا، فواجه الموقف بعزيمة لا تلين وإرادة لا تقهر. إنه ما زال واقفا هناك. يا ترى ماذا يريد؟ فلأذهب إليه وأستطلع الأمر. ألم تشرب الماء يا أخي؟ بلى يا أمة الله. إذن اذهب إلى أهلك، فإنه لا يصلح لك الجلوس على باب عافاك الله. يا أمة الله، ليس لي في هذا البلد منزل ولا عشيرة. ومن أنت؟ أنا مسلم بن عقيل، سفير الإمام الحسين وابن عمه. كذبني القوم وغروني وتفرقوا عني يا أمة الله. أحقا يا أخي أنت مسلم بن عقيل رسول الإمام الحسين سبط رسول الله؟ نعم، هو أنا يا أمة الله. بأبي أنت وأمي، تفضل يا ابن عقيل إلى البيت، فإني والله أخشى عليك من جواسيس ابن زياد لعنة الله عليه. أنا أشكرك يا أمة الله، إنه أجر ومعروف سوف يكافئك الله ورسوله الكريم عليه يوم القيامة. من هناك؟ من الطارق؟ هل هو أنت يا بني؟ أجل أنا يا أمي، افتحي لي الباب بسرعة. أين كنت إلى هذه الساعة؟ قلقت عليك كثيرا يا بني، فالوقت تأخر. كان يوما حافلا بالأحداث يا أمي. ليتك كنت معنا. لقد تفرقت الجموع عن مسلم بن عقيل بعد أن سمعت أن جيشا جرارا سيأتي من الشام غدا لمحاربتهم، وأعطوا جائزة كبيرة لمن يقبض عليه. أحقا تقول أن القوم انفضوا عن مسلم بن عقيل وتركوه وحيدا؟ أجل يا أمي، ولا ندري إلى أين ذهب مسلم بن عقيل. ماء وغذاء، ولكن لمن تحمل كل ذلك؟ لا بد من معرفة الأمر. أراك تكثرين الذهاب إلى تلك الغرفة المهملة يا أماه. لا شيء أبدا يا بني، لا شيء أبدا. لا لابد من أن أعرف. لقد رأيتك تحملين الماء قبل قليل. لمن كل هذا؟ من هناك؟ أخبريني يا أمي، أخبريني هيا. قلت لا شيء يا بني، لا شيء. يجب أن أعرف، وسأذهب بنفسي للتأكد من ذلك. إذن انتظر، سأخبرك، ولكن أتعدني بكتمان السر؟ بكل تأكيد يا أمي، صدقيني، أعدك بذلك. ولكنني لا أطمئن إلى ما تقول يا بني. أقسم لك يا أمي، أنا لن أخبر أحدا بهذا الأمر أبدا. يا بني، إنه مسلم بن عقيل. ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حقا إنه هو. إنها فرصتي. سأفشي السر غدا صباحا لأحصل على الجائزة الكبرى من ابن زياد. سيدي، عثرنا على مسلم بن عقيل. اسمع يا ابن الأشعث، أريده حيا أو ميتا، لا بد من أن تقبضوا عليه، لا تدعوه يهرب. انتشروا في كل مكان وليذهب بعضكم إلى السطح. إنها حوافر الخيل. والله ما طلب القوم غيري أبدا. لا تتركوا له مجالا للهرب. سمعا وطاعة يا سيدي، سوف نقوم بالهجوم عليه من الخلف حالا. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخنا مرا. رد شعاع الشمس فاستقرا، أخاف أن أكتب أو أغرى. سيدي، إنه صنديد من صناديد بني هاشم، لقد قتل منا الكثير. لا تهجموا عليه فرادى، بل اهجموا عليه بأجمعكم. سيدي، لا يمكننا ذلك. إنه معروف بالقوة والشجاعة، ولا نستطيع إخراجه من البيت. لابد من أن نستعمل المكر والخديعة. ألقوا عليه النار من فوق السطح حتى يخرج من الدار. هل لي بشربة ماء؟ أتراها ما أبردها يا مسلم بن عقيل؟ لا والله لن تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الجحيم. ويحك يا رجل، ومن أنت؟ من أنا يا ابن عقيل؟ أنا ابن من نصح لإمامه إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت. أنا مسلم بن عمرو الباهلي بن عقيل، هلا عرفتني؟ لأمك الثكل ما أشفاك وما أغلظك. لأنت وأهلك أولى بالجحيم والخلود في نار جهنم. السلام على من اتبع الهدى. يا مسلم بن عقيل، أما ترى الأمير ضاحكا عليك؟ لو قلت السلام عليك أيها الأمير أليس خيرا لك يا رجل؟ والله ما علمت أن لي أميرا غير الحسين، إنما يسلم على ابن زياد سلام الإمارة من يخاف منه. الويل لك، أتيت لتفرق الناس وتحثهم على معصية خليفة المسلمين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؟ ويحك من فاسق. أتتجرأ على الخليفة يزيد بن معاوية هكذا؟ قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يعرفها أحد في الإسلام يا مسلم. أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه. ويحك يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما أحيل بينك وبين الحق وأهله. ومن أهله يا ابن زياد عليك اللعنة؟ أهله سيدي ومولاي يزيد بن معاوية. الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا يا مسلم. لا والله ما هو بظن، وإنما هو اليقين. وهكذا ثارت ثائرة عبيد الله بن زياد، وراح يشتم حسينا وعليا وعقيلا أمام مسلم.
هيا يا رجال، اصعدوا به فوق القصر واضربوا عنقه، ثم أتبعوا جسده رأسه لتجره الصبية في الطرقات. إذا يا ابن زياد دعني أوصي وصيتي إلى بعض قومي. حسنا، لك ما تريد، اختر أحدا من هؤلاء. يا عمر بن سعد، الكل يعلم أن بيننا قرابة، ولي إليك حاجة وهي سر، فهلا قمت معي إلى ناحية من القصر الآن؟ أتأذن لي يا مولاي بالذهاب معه؟ لك ما تريد، اذهب معه. يا عمر، إن علي دينا في الكوفة وهو 700 درهم، فاقضيه عني واستوهب جثتي من عبيد الله بن زياد ووارها التراب، وابعث إلى الإمام الحسين، فإني كنت كتبت إليه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا. أتدري ماذا قال لي يا سيدي؟ قبحك الله من مستودع سر يا عمر بن سعد. دع حسينك هذا يقدم علينا يا مسلم بن عقيل، فنذيقه الموت غصة بعد غصة. هيا اصعدوا به إلى السطح. دعني أصلي ركعتين وافعل بي ما بدا لك يا ابن زياد. لا، ليس إلى ذلك من سبيل. اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا وأنت خير الحاكمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما هي أخبار الكوفة؟ هل من جديد؟ أيكون مسلم سيطر على الكوفة وأخرج ابن زياد منها؟ لا أظن يا سيدي، إن ابن زياد شديد المكر، ولا أظنه أبدا يقع فريسة بيد مسلم وجماعته. حقا ما يقوله يا مولاي، إن عبيد الله عظيم الدهاء. إنه غليظ وقاسي القلب يا مولاي. سيدي، إنها رسالة عبيد الله بن زياد. أما أنك يا لعين عملت عمل الحازم وصلت صولة الشجاع، فقد أغنيت وكفيت، وصدق ظني بك. يا أبا الفضل، لقد وصلني كتاب مسلم وهو يطلب مني التعجل بالمجيء، فأخبر العيال والأطفال، فإني عزمت على الذهاب إلى الكوفة، واجمع لي الأصحاب كي أتحدث إليهم في المسجد غدا صباحا. أيها المؤمنون، لقد جمعتكم هنا لأخبركم بأني قد عزمت على الذهاب إلى الكوفة، فقد وصلني كتاب مسلم وهو يطلب مني التعجل بالمجيء، فإن أهل الكوفة قد أجمعوا على هذا الرأي. ألا فإن من التحق بنا كان حقا على الله أن يدخله مدخل صدق مع محمد وآل محمد ومع النبيين والشهداء والصديقين. يا أبا عبد الله، أما رجعت عن قرارك هذا؟ إننا والله نخشى عليك من أهل الكوفة أن يغدروا بك يا مولاي. نحن قوم إذا دعينا استجبنا، وإن رسائل أهل الكوفة تتدفق علي في كل حين، ونحن أهل بيت ليس من شيمتنا التقاعس، فلعل الله يجمعنا على الحق والهدى وينصرنا على القوم الظالمين. ولكن ليس لهم عهد وفاء يا ابن رسول الله. والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. لا عهد لهم، إننا نخشى عليك منهم. نرجوك ارجع يا ابن رسول الله.
يا ابن جعفر الطيار، إني رأيت رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرت فيها بأمر أنا ماض فيه، علي كان أم لي؟ أيها القوم، إن الإمام الحسين بن علي يريد الذهاب إلى الكوفة، ولا بد من الإسراع لثنيه عن هذا الأمر. إذن هيا بنا إلى الإمام. يا أبا عبد الله، يمكنك البقاء في مكة، وأرسل أحدا يأخذ لك البيعة مكانك. يا ابن الزبير، إن أبي حدثني أن لها كبشا تستحل حرمتها به، فما أحب أن أكون ذلك الكبش. والله لئن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل فيها، ولئن أقتل خارجا منها بشبرين أحب إلي من أن أقتل خارجا منها بشبر. وأيم الله، لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم. اعتذر الإمام عليه السلام عن كل رأي يطالبه بالبقاء وطلب حياة الدعة والاسترخاء على حساب المبادئ، بعد أن تيقن من أن خطرا داهما يهدد الإسلام والأمة الإسلامية. انطلق موكب الإمام الحسين عليه السلام يغض السير ويقطع الفيافي والقفار، ينتقل من ماء إلى ماء عبر صحراء الجزيرة العربية الواسعة. أيها القوم، إنه الحاجز من بطن ذي الرمة، لنخبر الإمام بذلك. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، لقد اقتربنا من حاجز بطن ذي الرمة. إذن قولوا للقوم نستريح هذه الليلة هنا ونريح خيولنا. وبعد أن بلغ الإمام الحسين منطقة الحاجز من بطن ذي الرمة، رأى بأن يكتب كتابا إلى أهل الكوفة ليشحذ هممهم ويحثهم على الثبات والمواجهة، ويعلمهم بأنه قد قدم إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملائكم على نصرنا والطلب بحقنا، فنسأل الله أن يحسن لنا الصنيع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم من مكة المكرمة يوم الثلاثاء ل8 مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فاكتموا أمركم وجدوا، فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قيس، اذهب بكتاب هذا إلى أهل الكوفة وأخبرهم بأننا قادمون إن شاء الله. سمعا وطاعة يا سيدي، سأذهب من فور هذا إن شاء الله. السلام على مولاي الأمير. تحرك الحسين بجيشه من مكة المكرمة يا مولاي إلى الكوفة. اذهب وأخبر حسين بن نمير أن يقطع عليه الطريق، لا تجعلوه يصل الكوفة. نعم، سمعا وطاعة يا مولاي. تقدم جيش ابن زياد بقيادة الحسين مدير الشرطة ب4000 فارس حتى وصل إلى منطقة القادسية، فنزل بها ونشر قواته حتى منطقة خفان. فارس قادم إلينا، ماذا يريد يا ترى؟ من أنت أيها الرجل؟
أنا قيس بن مسهر، أريد مدينة الكوفة يا أخ العرب. وماذا تريد؟ لقد أرسلني الحسين بن علي بكتابه هذا. رسول الحسين؟ رسول الحسين، اقبضوا عليه، اقبضوا عليه في الحال، لا تدعوه يفلت. ويحك، أين كتاب الحسين بن علي؟ إنه ليس لك ولا لأمثالك، إنما أرسله مولاي الحسين لأشراف أهل الكوفة وهو في الطريق إليهم إن شاء الله تعالى. ستندم على قولك هذا يا وقت. أنا لا أندم أبدا على قول الحق. ويحكم، خذوه إلى عبيد الله بن زياد. يا أيها القوم، لقد قتل سفيركم مسلم بن عقيل هو وجماعته. ألم يخبركم أحد بذلك؟ لقد طلبنا منه أن يشتم الحسين ويتبرأ منه، لكنه لم يفعل، فألقيت به من فوق القصر. وماذا تريد مني أن أفعل يا ابن زياد؟ لا شيء أبدا. تصعد على منبر الكوفة وتشتم علي بن أبي طالب وابنه الحسين وتتبرأ منهما. حسنا، لا بأس في ذلك، سوف أفعل. أيها الناس، هذا الحسين بن علي خير خلق الله، وهو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد فارقته بالحاجز من بطن ذي الرمة، وقد أرسلني إليكم فأجيبوا له واسمعوا وأطيعوا، ولا تطيعوا هذا الكذاب وسيده يزيد بن معاوية بن آكلة الأكباد، وأستغفر الله لي ولكم. إنه يقول الحق فعلا. لا فض فوك، والله لا أرى إلا ذلك. إن عبيد الله وجماعته زمرة من المجرمين. أيها الحرس، انزلوا هذا الرجل واقبضوا عليه سمعا وطاعة يا سيدي. ويحك، اصعدوا به فوق القصر واضربوا عنقه. وبعد أن انقضت مراسم الحج، لم يكن للناس إلا اللحاق بالإمام الحسين عليه السلام، فالتحق به جمع غفير من الحجاج. اهدأ أيها الحصان، اهدأ. مرحبا أيها القوم. مرحبا بك يا سيدي. من أين قدمت أيها الشيخ؟ أنا قادم من مدينة الكوفة يا أخي، ولكن من أنتم ومن أين جئتم؟ نحن يا سيدي من مكة المكرمة ونريد مدينة الكوفة. جئنا مع الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. مع الحسين بن علي بن أبي طالب أريد رؤيته، فأنا لدي أخبار كثيرة. مرحبا بك أيها الشيخ. هيا قل لي، ماذا وراءك من أخبار الكوفة وأهلها؟ والله يا سيدي لم أخرج من الكوفة حتى قتل هانئ بن عروة، وقتل أيضا مسلم بن عقيل، رأيتهما يجران في السوق. إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله ورضوانه عليهما. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما الذي أنزلك بهذه البلاد والفلاة ليس بها أحد؟ أخبرني. أما ترى هذه أيها الشيخ؟ هذه كتب أهل الكوفة إلي، ولا أراهم إلا قاتلية، فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا انتهكوها. سيدي يا أبا عبد الله، ألا ما رجعت من موضعك هذا فليس لك في مدينة الكوفة ناصر ولا معين؟ لا خير في الحياة بعد هؤلاء الفتية، لا والله لن يكون ذلك أبدا، لا والله لن يكون ذلك أبدا، لا والله. أيها القوم، استعدوا لنكمل المسير. وسار الإمام عليه السلام حتى وصل إلى ماء، وبات ليلته هناك بعد أن بلغه مقتل قيس بن مسهر، فتيقن الإمام من أنه قادم على الموت، فراح يفكر في أمر الناس الذين انضموا إليه في المسير، فرأى أن يضع أمامهم الحقائق ويختبر نياتهم.
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يا أبا الفضل، اجمع لي القوم حالا، أريد التحدث إليهم. سمعا وطاعة يا أبا عبد الله، سوف أجمعهم حالا. أيها الناس، إنما جمعتكم على أن العراق في قبضتي، وقد جاءني خبر صحيح أن مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة قد قتلا، وإنا قادمون على الموت في سبيل الله تعالى لإحقاق الحق وفضح ظلم الظالمين، فمن كان منكم يصبر على ضرب السيوف وطعن الرماح، وإلا فلينصرف من موضعه فليس عليه من ذهاب شيء، واتخذوا من الليل جملا، والسلام عليكم ورحمة الله. هل تبقى مع الإمام أم ترحل؟ لا والله، فأنا لن أفارق الحسين بن علي حتى تقطعني السيوف إربا إربا. لماذا بقيتم أنتم؟ إن القوم يطلبونني أنا. والله ما نرجع حتى نقطع عدو الكذب والنفاق فوق قصة بعد قصة. لقد وصلنا، الله أكبر. لماذا كبرت يا ابن عمرو؟ إنها أرض العراق، لقد وصلنا. ولكن هذه أرض جرداء وليس فيها نخيل. أرض جرداء وليس فيها نخيل؟ ما الذي ترونه أيها القوم؟ والله يا سيدي لا أرى إلا آذان الخيل. وأنا والله لا أرى إلا ذلك. هذه الخيل قد أقبلت. وما العمل يا سيدي يا أبا عبد الله؟ إنه جبل الحسم، اجعلوه خلفكم وواجهوا القوم بوجه واحد. عبيد الله بن زياد إلى الحر. أما بعد فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي، ولا تنزله إلا بالعراء في غير خضر ولا ماء، وأمرت رسولي ألا يفارقك حتى تأتيني بنفاذك أمري. اسمعوا أيها الجند، حاصروا القوم من كل مكان، لا تتركوا لهم طريقا للهرب. توقفوا واضربوا بخيامكم في هذا المكان. يا أبا سعيد، اسقوا هؤلاء القوم، فإني أرى خيولهم تلهث من العطش ورجالهم تتلوى من الظمأ. كيف نسقي هؤلاء وهم قوم يزيد بن معاوية يا سيدي؟ ولكن الله يحب المحسنين يا أبا سعيد. ماذا تقول يا ابن العم؟ والله كدت أموت من العطش.
هذه أخلاق رسول الله وأهل بيته. جزاهم الله جزاء المحسنين. سيدي أبا عبد الله الحسين، إن قائد الجيش الحر بن يزيد الرياحي حضر ويريد التحدث إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله. وعليك السلام يا ابن الرياحي، لقد حان وقت الصلاة، أتصلي بأصحابك؟ لا يا أبا عبد الله، ولكن صلي أنت ونحن وراءك يا ابن رسول الله. يا ابن مسروق، أذن بنا لصلاة الظهر، أريد التحدث إلى القوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا بعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل أو قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. وقد أتتني كتبكم وأنا أحق من غيري بهذا الأمر، وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تخذلون، فإن وفيتم لي ببيعتكم فقد أصبتم حظكم ورشدكم. فأنا الحسين بن علي، وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهلكم، فلكم في أسوة. وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري ما هي منكم بنكر. لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم، والمغرور من اغتر بكم. فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم. والسلام عليكم ورحمة الله. يا أبا عبد الله، نحن لا نعلم بهذه الكتب ومن كتبها، ولكنها وصلتني منكم ومن قومكم. ولكن نحن لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك في شيء يا ابن رسول الله، وقد أمرنا إذا لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد والي الكوفة. الموت أدنى لك يا ابن الرياحي. هيا أيها الرجال، اجمعوا رجالكم لنواصل المسير، وتوكلوا على الله. لكنك لا تستطيع مواصلة السير، أحذرك. ويحك يا ابن الرياحي، ويحك، أتهددني؟ يا أبا عبد الله الحسين، هذا كتاب الأمير عبيد الله بن زياد يأمرني فيه أن أجعجع بكم. إذا دعنا ننزل نينوى أو الغاضريات. لا والله لا أستطيع، وهذا رسول ابن زياد علي عينا. سيدي يا أبا عبد الله الحسين، لماذا لا نذهب إلى عقب؟ لا يا زهير بن لوقين، لنذهب شمالا وننظر ما يأتي به القدر. وهكذا قاد القضاء الركب حيث الموعد والمثوى، فأصبح على مسافة قريبة من مدينة الكوفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبتي، لما استرجعت؟ لا أراك الله سوءا. بني علي، لقد خفقت خفقة فعن لي فارس على فرس وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. يا أبا، أولسنا على الحق؟ بلى يا بني، والذي إليه مرجع العباد. إذا لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. جزاك الله من ولد
خير ما جزى ولدا عن والده. ما اسم هذه الأرض أيها القوم؟ هذه أرض الطف يا سيدي. وهل لها اسم آخر؟ يقال لها كربلاء يا مولاي. اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء. انزلوا، ها هنا محط رحالنا ومسفك دمائنا. بهذا حدثني جدي رسول الله. هذا فعل من أيقن القتل يا أخي. نعم يا أختاه، ولكنه القدر يا زينب. وثكلاه يمنع الحسين إلي نفسه. انشروا الحرس في كل زقاق من أزقة الكوفة واضربوا طوقا عليها، ولا تجعلوا أهل الكوفة يلحقون بجيش الحسين بن علي. اختار ابن زياد عمر بن سعد قائدا لجيشه، فاعتذر ابن سعد عن قبول المسؤولية في بادئ الأمر، لكنه خضع بعد ذلك لتهديد ابن زياد بسحب العهد المكتوب له بولاية الري. ما هي الأوامر يا ابن سعد؟ اسمعني جيدا، انشروا قواتكم هنا وحاصروا مخيم الحسين بن علي قبل غروب الشمس. لماذا لا نهجم عليهم الليل وننهي الأمر قبل فوات الأوان؟ ليس لدي أمر بالهجوم، وغدا سوف ألتقيهم، لعلهم ينزلون على رأينا ويبايعون يزيد. وحين حاصر عمر بن سعد مخيم الإمام الحسين عليه السلام، دارت بينهما اجتماعات عدة دامت قرابة 7 أيام، لكن لم يطرأ على الموقف أي شيء، فقد أصر الإمام عليه السلام على رفضه لشروط ابن زياد الذي طلب منه التسليم والبيعة ليزيد. لا بد لي من أن أكتب إلى عبيد الله بن زياد ما أسفرت عنه نتائج المباحثات مع الإمام الحسين. إنها فكرة جيدة. يا مولاي، لا تجعل الفرصة تفوتك هذه المرة. الفرصة؟ وماذا تريد مني أن أفعل يا شامر بن ذي الجوشن؟ اقبض عليه وانتزع منه البيعة قبل فوات الأوان، وإن لم يستطع ابن سعد أنا أقوم بذلك وأقتله بيدي هاتين. حسنا، خذ كتابي هذا وانطلق إلى عمر بن سعد على الفور، ومره بتنفيذ القرار أو الاعتزال وتسليم الأمر إليك. سمعا وطاعة يا مولاي. هذا كتاب سيدك. إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء. انظر، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا لي فابعث بهم إلي، وإن أبوا فاسحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل ظهره وصدره، وإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخلي بين شامر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه، والسلام. ما العمل يا ترى؟ أقتل حسينا أم أترك ملك الري؟ ها يا عمر، أراك حائرا، أخبرني ما أنت صانع. أتمضي لأمر مولاك وتقوم بقتل عدوه، وإلا فخلي بيني وبين الجند. لا، خسئت يا ابن ذي الجوشن، لا كرامة لك يا زنديق. وفي يوم الخميس 9 من شهر محرم الحرام سنة 61 للهجرة، تجمعت نذر الشر في نفس عمر بن سعد، فجمع خيله ورجاله ووزع قطعانه وعين القادة والأمراء، وبدأ يزحف نحو مخيم الحسين عليه السلام، بينما راح الإمام يصلي برجاله صلاة العصر. أما تسمع الأصوات قد اقتربت يا أخي؟ لقد أتاك القوم يا ابن الأم. لقد سمعتها يا زينب، إذ رأيت رسول الله في المنام فقال لي: إنك صائر إلينا. يا ويلتي
يا ويلنا من بعدك يا أبا عبد الله الحسين. ليس لك الويل يا أخيتي، اذهبي ونادي لي أخي العباس. أخي عباس، اركب بنفسي أنت يا أخي وخاطب القوم واستجلي لنا الموقف. سمعا وطاعة يا مولاي، سوف أذهب حالا. على بركة الله. ما بدا لكم وماذا تريدون؟ ماذا تريدون منا يا قوم يزيد بن معاوية؟ لقد جاء أمر مولانا عبيد الله بأن تستسلموا إلى حكمه أو نقاتلكم. أما ترون يا ابن سعد أنكم تقاتلون ريحانة رسول الله؟ يا أبا الفضل، هذا أمر مولانا عبيد الله بن زياد ولا ينبغي لنا إلا أن نعمل به. ألا ترى يا زهير بن القين أن القوم مصرون على شر غير مبالين؟ أما والله لبئس القوم عند الله غدا، قوم قتلوا ذرية نبيه وعترة أهل بيته عباد أهل الأرض. بارك الله فيك وحشرك الله مع النبيين. سيدي أبا عبد الله الحسين، إن القوم مصرون على عنادهم. إذا لا مناص من المواجهة يا أخي يا أبا الفضل. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا مرما. يا أبا الفضل ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى الغد وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره. السمع والطاعة يا مولاي. يا أبا عبد الله، سوف أنطلق أنا وجندي حالا. يا دهر، أف لك من خليلي. كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل. كانت زينب عليها السلام تتصور الفاجعة قبل نزولها والبلاء قبل حلوله، فكانت لوعتها ظاهرة وعبرتها لا تجف. أخيتي زينب، تعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجهه. أقسم عليك ألا تشق علي جيبا وألا تخمشي علي وجها، ولنا بجدنا رسول الله أسوة حسنة. صدقت يا ابن أمي، إن جدي نعم الأسوة. أخبري، ماذا عن زين العابدين؟ لا أراه يقوى على الحركة يا أخي من شدة ما ألم به من تعب الطريق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلمي لزيارته. أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولم يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يا أبا الفضل، اجمع لي الأصحاب، أريد أن أتحدث إليهم قليلا. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا منكم، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. ألا وإني لأظن لنا يوما من هؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وتفرقوا في سواد هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يريدون غيري. أنحن نخلي عنك ولم نعذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله لا نفارقك حتى نكسر في صدورهم رماحنا وسيوفنا. نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. انقضت ليلة الهدنة وبزغ فجر ذلك اليوم الرهيب، يوم الجمعة، يوم عاشوراء، يوم الدم والجهاد والشهادة.
بينما راح الحسين عليه السلام يعبئ أصحابه ويوزعهم، وقد ارتدى درع وعمامة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقلد سيف أبيه ذا الفقار. بينما أخذ ابن زياد يعبئ جيشه الذي قارب 4000 فارس، وبدا مستعدا لقتال الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الذين لم يتجاوز عددهم 72 فارسا. يا زهير بن لقين، أنت على ميمنة الجيش، وأنت يا حبيب بن مظاهر على الميسرة، وأنت يا أبا الفضل خذ الراية. يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله. أما ترون لأمة رسول الله وعمامته؟ أما ترون سيف علي؟ فما لكم تقاتلونني؟ يا ابن سعد، أمقاتل أنت الرجل؟ أي والله، قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. أما ترضون بواحدة من الخصال التي عرضها أبو عبد الله عليكم؟ أما والله يا حر، لو كان لي الأمر لقبلت، ولكن الأمير عبيد الله بن زياد أبى ذلك. ما بالك يا حر؟ ألا تريد أن تحمل على القوم؟ والله أخير نفسي بين الجنة والنار، وإني والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. والله إن أمرك مريب يا حر بن الرياحين، ما رأيتك في موقف مثل هذا الموقف قط. والله لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك يا رجل؟ اضربوه، لقد هرب الرجل. لقد أفلت من بين أيدينا. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، لقد أخطأت بحقك، وها أنا اليوم معتذر إليك عما بدر مني، فأرجو عفوك وقبول اعتذاري. انهض يا أخي، أنت حر كما سمتك أمك. بارك الله فيك وحشرك الله مع الصالحين. هل من مبارز ليخرج إلي بعضكم؟ أنا أنتظر شجعانكم. أتأذن لي يا سيدي بقتال هؤلاء الأوغاد؟ آذن لي يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين بقتالهما. لا، توقفا، وليبرز إليهم عبد الله بن عمير، والله إني لا أراه كفؤا لقتالهما. يا ابن عمير، ابرز لقتال الظالمين. بارك الله فيك. يا أم وهب، أنا ذاهب لقتال الظالمين. فداك أبي وأمي يا أبا وهب، قاتل دون الطيبين من آل محمد صلى الله عليه وآله. عليكم اللعنة أيها القتلة. اتركني يا أبا وهب، اتركني. لم تمنعني؟ لا قتال على النساء يا أم وهب، جزاك الله خيرا. أيها الحمقى، أتدرون من تقاتلون؟ إنهم فرسان مصر، إنهم قوم مستميتون، لا يبرز لهم منكم أحد إلا وقتلوه. وماذا أستطيع أن نفعل؟ نحن 4000 فارس وهم قليلون، فلنهجم عليهم يا ابن سعد هجمة رجل واحد. هيا اهجموا!
اهجموا هجمة رجل واحد، هيا اهجموا. اللعنة عليكم أيها الأوغاد. رحمك الله يا مسلم ابن عوسجة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عز علي مصرعك يا ابن عوسجة، أبشر بالجنة. بشرك الله خيرا يا حبيب، وأريد أن أوصيك بشيء. لولا أني أعلم أني في إثرك لاحق بك لا أحببت أن توصيني بكل ما أهمك حتى أحفظك في كل ذلك. أوصيك بهذا خيرا رحمك الله يا حبيب. سأفعل ورب الكعبة. يا ابن مسروق، أذن بنا لصلاة الظهر. أريد التحدث إلى القوم. ليس الوقت وقت صلاة، نحن في ساحة حرب. أولم نحارب القوم من أجل إقامة الصلاة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وزينت قصورها. وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا معه، وهذا أبي علي بن أبي طالب، وها هي أم فاطمة الزهراء يتوقعون قدومكم عليهم ويتباشرون بكم وهم مشتاقون إليكم. فحاموا عن دينكم وذودوا عن حرم رسول الله، فقد امتحنكم الله بنا، فدافعوا بارك الله فيكم عن دينكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، فزت ورب الكعبة. أبشر بالجنة، أنت حر كما سمتك أمك. بشرك الله يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. يا أبي، دعني أقاتل القوم، فوالله لا طاقة لي بالانتظار، وما الدنيا بدار قرار. اللهم كن أنت الشهيد عليهم، فقد برز إليهم من هو أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. اذهب يا بني، فإن لقاءك بجدك رسول الله قريب. بأبي أنت وأمي يا بني. أبدا، هل لي بشربة ماء؟ لقد قتلني العطش. ما أسرع اللحاق بجدك فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اذهب بنفسي أنت وقاتل الظالمين.
فهل لك تسقينا شربة ماء؟ سمعا وطاعة، سوف أجلبه لكم حالا. ويحكم لا تجعلوه يصل إلى الماء، فإن وصل لا تستطيعوا عليه. لا والله لن أشرب وأخي الحسين عطشان. هيا السلاح. لا لله وإنا إليه راجعون. الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صبرا على قضائك يا رب. يا أبا عبد الله، إن هذا الطفل لم يذق الماء منذ 3 أيام، وقد جف من أمه اللبن، فاطلب من القوم أن يسقوه شربة ماء. يا قوم، لقد قتلتم أخي وأولادي وأصحابي، وما باقي لدي غير هذا. يا هذا لا تعطيهم شيئا، إنهم قوم كفروا ببيعة سيدي يزيد. اضربه واقطع نزاع القوم. شربة ماء، اسقوا هذا الطفل الرضيع. اللهم إني أشهدك على هؤلاء القوم، خذيه فهذا سقي القوم. ويلكم، على ما تقاتلوني؟ أعلى حق تركته؟ أم على سنة غيرتها؟ أم على شريعة بدلتها؟ لا، بل نقاتلك بغضا لأبيك. إذن هذا هو اليوم الموعود الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك هي التربة التي ذكرها.